طيب بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده وريتكم الجدول ووريتكم الباص، ركبت الباص، وريتكم الزراير، الحاجات اللي بيدوس عليها، لازم تدوس هنا، لازم تنزل من هنا، الكلام ده كله حلو. عايز اتكلم بقى ايه في كام حاله كده سريعا نلخص بيهم الموضوع كله. دلوقتي الحاله الاولى، انت في عندك مدن صغيره ومدن كبيره. لو انت في مدينه صغيره مش هيبقى عندك مثلا ترام ومترو والكلام ده، هيبقى بس عندك باص وبيوصلك لمحطه القطر الرئيسيه وبتركب منها قطر يوديك مدينه تانية. حلو. فمواصلاتك كلها هتبقى باصات. المدينه اللي انا كنت عايش فيها قبل كده ماربورج وجيسن كانوا مدن صغيره نسبيا فيهم جامعات بس، فكان بيتحرك فيهم بس باصات، مفيش سكك، مفيش ترام، مفيش اي مترو، الكلام ده كله هو باص بس. فانت الحاله الاولى بالنسبه لك ان انت لو في مدينه صغيره هتبقى بتركب باص، والباص ده يا اما هيوديك على طول للحته اللي انت عايزها من نقطه الف لب، باص واحد. او الحاله التانية ان انت هتضطر ان انت لو في مدينه كبيره، او ما بلاش مدينه كبيره، لو انت في مدينه صغيره برضو ممكن تبقى بتركب من الف لب، تضطر ان انت تركب من باص لباص تاني، او تركب باص يوديك محطه وتنزل عند المحطه تركب باص تاني. خلينا نقول انا دلوقتي مش عايز اتوه، واول حاجه اتكلمت عنها ان انا نزلت خدت باص وبعدين خدت الناحيه التانية ورجعت تاني لبيت صاحبي. طيب ازاي بقى ما اعملش الحركه دي؟ انا وريتكم دلوقتي المحطات، المحطه اسمها ايه، الارقام اللي بتيجي من عندها والاتجاهات. فانت لو هتيجي تاخد باص وبتتاكد من كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها ورجعت عليهم كده واحد اتنين تلاته، اسم المحطه صح، المواعيد صح، الجدول بيقول تمام، المحطات اللي انا هعدي عليها هي نفس المحطات اللي موجوده على الابلكيشن او على جوجل مابس. تمام. الحاجه برضو اللي ممكن اقولها لك ان انت ممكن تستخدم جوجل مابس في ان هو يقول لك الطريق. يعني مثلا لو انت بتستخدم جوجل مابس في ان هو يقول لك انت هتركب الباص الفلاني، فهو بيشاور لك انت كده في الاتجاه الصح ولا لا. يعني لما تبقى باصص في الاتجاه ده هو بيقول لك انت باصص في الاتجاه ده. ممكن حركة التمانيات دي تفرق معاكوا برضو، لان هو بيكاليبريت الجي بي اس بتاعه. فلو هو باصص في الاتجاه ده والباص هيمشي في الاتجاه ده يبقى انت ان شاء الله تركب الباص الصح، مع التأكد من كل حاجة اتكلمنا عنها. ولو هو بيقول لك الباص هيمشي في الاتجاه ده ولما بتلف كده بيقول لك ده الاتجاه اللي الباص هيمشي منه، فلازم تعدي الناحية التانية. زي ما شفتوا برضو الباصات بتبقى بتركن على اليمين، لان الناس بتسوق هنا على اليمين على الشمال، فالناس بتركب من على اليمين، فالباص هيبقى ماشي كده مع الطريق. فلو انا عايز ارجع على الاتجاه ده معناه ان انا لازم اعدي الشارع. تمام. فخلاص انا لو ركبت باص وهنزل عند محطة، عرفت اسم المحطة اللي هنزل عندها، رجعت على كل الخطوات او عديت على كل الخطوات اللي احنا اتكلمنا فيها. تمام. وكل الحاجات دي عملتها عشان اتاكد ان انا هنزل عند المحطة. وصلت للمحطة اللي انا عارف اسمها اللي انا المفروض انزل عندها، نزلت عندها. في قدامك خيارين. الخيار الاولاني ان انت هتركب باص رقم تاني اتجاه تاني هيوديك على الحتة اللي انت عايزها، وفي ساعتها بس هتنزل وهتستنى الباص التاني يجي، زي دلوقتي جه باص مثلا. والحالة التانية ان انت هتضطر ان انت تعدي الشارع، تركب من الناحية التانية مثلا عشان تركب باص رقم تاني اتجاه تاني يوديك بقى الحتة اللي انت رايحها. تمام. ففي كل الحاجات دي لازم ان انت يبقى مثلا معاك وقت كفايه ان انت تقول تتاكد والله اسم المحطه صح اللي انا نزلت فيها، الاتجاه، الرقم، المواعيد، كل الكلام ده. فانا مثلا فلنقل الباص ده ركبت باص ونزلني في المحطه دي، ومحتاج بقى ان انا اركب باص تاني يوديني محطه تانية، فهركب من نفس المحطه يوديني المحطه اللي انا عايزها، او هعدي الناحيه التانية من الشارع والمحطات مش بعيده عن بعض، فهركب من هناك باص رقم تاني واتاكد من الرقم والاتجاه والمحطات اللي هعدي عليها، وان شاء الله هوصل من غير ما اتوه ومفيش مشاكل خالص. هو سيستم ماشيين عليه او نظام لو فهمته مش هتوه ان شاء الله، لا اول ولا تاني. طيب فلنقل مثلا ان انا في مدينه كبيره، والمدينه الكبيره دي بقى فيها حاجات كتير، في لعب بقى، يعني هنزل من باص واروح لمترو. انا بقى ورايا هنا المترو، هو مكتوب الاس بان بس هو بيبقى تحت الارض. هوريكم مترو تاني مثلا في فيديو تاني ان شاء الله، الفيديو اللي جاي نبقى نتكلم عنهم في ديتيل اكتر، في تفصيل اكتر. بس ايه، انا هوريكم دلوقتي لو نزلت عند المحطه والمحطه بقى اتمشيت لها دقيقة، أقل من دقيقة 10 ثواني، رحت مثلا الإس بان ووصلني بالمترو، وشبكة بقى المترو تحت الأرض ضخمة. فهوريها لكم إن شاء الله الفيديو اللي جاي. لو انت بقى في مدينة كبيرة زي ما قلت، وانت وصلت مثلا عند تقاطع، يعني مثلا السيتي سنتر وسط البلد وفي كذا محطة، والكذا محطة عندهم نفس الاسم، اول حاجه عايز اقولها لك ان هو مفيش محطه هيبقى عندها نفس الاسم غير لو في حاجه تميزهم. فمثلا لو انا في السيتي سنتر بتاع في بالينا بلاتس في اي مدينه، لان بالينا بلاتس دي موجوده في كل حته، في جيسن، في برلين، في اي مدينه هتلاقي بالينا بلاتس. فلنقل مثلا انا هناك. تمام. هتوصل هتلاقي في حاجه اسمها بوس شتايج.
فانت هتلاقي اسم المحطه هو ولكن البوسشتايج مختلف، يعني الرصيف بتاعك مختلف. فلو انت في مدينه كبيره عايز تروح من حته لحته تانية وعايز تغير مثلا المحطه اللي انت فيها عشان تركب من الناحيه التانية، لازم تبص بصه سريعه حواليك كده تشوف انا عند بوسشتايج 1 مكتوب على الابلكيشن ان انا لازم ابقى على 2 او 3 مثلا، ومنه هركب حاجه والحاجه دي هي اللي هتوديني للمكان اللي انا عايزها. ففي ساعتها بما ان هم كلهم اسمهم نفس المحطه وانت يعتبر في نفس المكان، هتضطر بس ان انت يا اما تعدي الشارع يا اما هيبقى فيه اشاره وانت هتحتاج مثلا ايه، يا اما تشوف شارع من على اليمين تعدي الناحيه التانية على اليمين، او تعدي على طول او تعدي شمال على حسب التقاطع اللي انت فيه. تمام. فحتى لو انت اتحطيت في موقف ان هو في كذا موقف، ما تقلقش ما تخافش، بص على البوسشتايج انت انهي واحد، بص على ارقام الباصات، انا عندي 42 84 91، ده رايح اتجاه ده رايح اتجاه رايح اتجاه، مفيش ولا واحد منهم اللي انا عايزه. خلينا نشوف الناحيه التانية. طيب في 82 91، لو ما لقيتش الرقم اللي انت عايزه اساسا شوف محطه غيرها وما الى ذلك لحد ما تلاقي رقم الباص فيه 82. طيب هل هو الاتجاه اللي انا عايزه ولا مش الاتجاه اللي انا عايزه؟ بصيت قريت الاتجاه يبقى مظبوط هركب الباص ده. لو مش هو نفس الاتجاه بس الرقم اللي انت عايزه، يبقى بس انت محتاج تعدي الناحيه التانية وان شاء الله هتلاقي الاتجاه اللي انت عايزه مع الرقم اللي انت عايزه، بس عدي الناحيه التانية من الشارع. تمام يا باشا. كده انت الباصات في جيبك ان شاء الله، مش هتتوه، مش هيبقى فيه اي مشاكل. نوصل بس لاخر حاجه انا عايز اتكلم عنها الا وهي اعزاتسفيركير. الفيديو اللي فات للاسف ما اتكلمتش عن الحاجه دي، بس القطورات في المانيا اسمها شيننفيركير. شيننفيركير من اللي هو السكك الحديديه او القضبان، هم اسمهم كده شيننفيركير. فهتلاقي بقى الباصات اللي هي الاعزاتس او الشينن اعزاتسفيركير، يعني بديل اعزاتس يعني بديل، شينن اللي هو قضبان او كده او السكك يعني، وفيركير اللي هو المواصلات. فالباصات هتبقى بديل للمواصلات اللي هي القطورات، لان مثلا بيبقى فيه تصليحات، في مشاكل في القطر، اعطال ايا كان، في قطر مش جاي، تمام، في قطر مش هيجي في ميعاده او مش هيجي اساسا او طول اليوم او طول الاسبوع، مفيش قطر هيبقى بيوصلك من المدينه دي للمدينه دي. بيبقى بقى في ايه، زي ما قلت لك باصات بتوديك من المدينه ماربورج مثلا لجيسن، باص هو بيوديك من مدينه لمدينه عشان في تصليحات في السكه والقطورات مش هتمشي في الفتره دي. والدي بي او شركه القطورات في المانيا هي اللي بتبقى مسؤوله ان هم يوفروا بديل للناس اللي الركاب، يعني ان هم يروحوا للمدن التانية. تمام. ازاي بقى تلاقيهم؟ اول حاجه انت لو مثلا هتنزل من قطر، يعني عاده ده لازم يبقى موضوع قطورات، بس لما هتنزل من القطر لازم هتروح السلالم زي ما قلت لك، محدش بيخرج من القطر يقف ويبص حواليه، لا بينزل وبيروح السلالم، لان انت لما تنزل على السلالم هتشوف على الاقل الرصيفه اللي انت عايز تروحها فين. تمام. الا لو انت هتركب من نفس الرصيف اللي انت نزلت عنده او الرصيف اللي جنبه على طول، لان لو نزلت في رصيف 2 هركب من 3 والاتنين بيبقوا على نفس الحته، واحد على يميني واحد على شمالي. غير كده هتضطر ان انت كده كده تنزل تاخد السلالم، ودي حاجه تقدر تبقى عارفها من الابليكيشن. اول لما تنزل هتشوف بقى صور للإعزاتسفيركير، هي دايما ليهم نفس الصوره نفس الشكل، هيقول لك من هنا هتركب او هتمشي من هنا هيطلعك على موقف الباصات، بما ان هو باص فلازم يبقى في موقف باصات، مش هتلاقيه في محطة القطر ذات نفسها، لازم تخرج بره. ودايما بتبقى متعلمة، يعني دايما بيبقى متعلم بالعلامة بتاعتها دي ان هو ده الإعزاتسفيركير او الباص ترانسبورتيشن او باص ريبليسمنت او كلمة ريبليسمنت، كل الحاجات دي بتبقى موجودة وبتبقى مكتوبة ومتعلمة. انا دلوقتي بركب باص من هنا عشان يوديني على المدينة اللي انا عايز اروحها بديل للقطر. وده اللي بتلاقيه، يعني لو انت بقى ايه زي ما قلت في تصليحات ولا حاجه زي كده، ده لازم برضو تعرفه. مفيش طريقه 100% تخليك تقول والله انا اول لما هنزل هلاقي الباص، زي ما مثلا تقول انا اول لما هنزل هلاقي الرصيف فين، بس هم دايما في المحطات بتاعه القطر بيبقوا معلمينها. ولو انت في مدينه كبيره فمحطه القطر بتاعتها كبيره، ممكن تسال برضو لو في عندك دي بي انفو او سيرفيس، تروح تسالهم يا جماعه فين الازاتسفيركير عشان ما تهش، او تروح برضو لمحطة الباصات وتسألهم منين الازاتسفيركير. هنا برضو ساعتها هيفيدك الالماني او هيفيدك ان انت تبقى بتتكلم بلغة كويسة عشان توصل للناس المعلومة وهم يفهموك برضو يعني وانت تفهمهم. تمام. برضو ان شاء الله عشان ما تتوهش لازم تبقى ايه ممكن يعني تسأل، واللي يسأل ما يتوهش فعلا يعني. بس فكده احنا اتكلمنا عن الباصات العادية وجداولهم والباصات الليلية والازاتسفيركير الباصات اللي بتوديك من مدينة لمدينة. وكده ان شاء الله يكون اتلمت لك كل حاجة. انا كده خلصت الفيديو، هقول كلمة اخيرة، لو حابب تسمعها اسمعها، لو مش حابب تسمعها خلاص، يعني انا مش هقول معلومات زيادة او يعني حاجة يعني يعني ايه، هفضفض. الفضفضه دي عباره عن ايه، ان هو مش دايما بقى الموضوع ماشي على الملي، كل الحاجات دي بشر،
السواقين بشر، السيستم اللي عاملينه بشر، كل الحاجات دي بشريه. فانت ممكن تلاقي باص مكتوب ان هو هيجي 57 او هيتحرك 57، تلاقيه جه مثلا 3 4 دقايق بدري. سواق الباص جه المحطه اللي هو اللي المفروض يجي فيها 3 4 دقايق بدري، هو بمزاجه ممكن يمشي. يعني جه الناس نزلت والناس ركبت، مفيش حد يقوم ماشي مع ان هو لسه ميعاده ما جاش. ممكن في حاله تانية ان الباص ما يجيش اساسا، يعني ما تعرفش ايه اللي يحصل، باص ما جاش وتضطر ان انت تستنى تاخد اللي بعده. او لو هو جه ومشي بدري، وانت لو عارف انت دايما بتزنق نفسك زنقه الكلاب وهو هو هو وبتقعد تجري على المحطه والكلام ده، زي ما انا ساعات بعمل، هتلاقي نفسك ان الموضوع هيزعجك، اللي هو وصلت للمحطه وفي ميعادي بس الباص مش موجود وما جاش خالص. ليه؟ لان هو في احتمال كبير ان هو يكون جه ومشي قبل ميعاده بدقيقتين ثلاثه، ساعتها تكون انت بقى هتضطر تستنى للي بعده. تمام. في حاله تانية ان انت مثلا لو معاك عجله، لو الباص ما فيهوش مكان مخصص للعجل مش شرط يركبك، وفي اوقات بيقولك ان انت لازم تدفع تيكت للعجله ذات نفسها. طبعا الكلام ده يعني نادرا نادرا ما بيحصل في موضوع العجله. موضوع ان هو يجي بدري بيحصل يعني مره او مرة، مش هقول مره او مره، لا انت وحظك. بس ان هم يعني الباصات بتيجي في ميعادها اغلب الاوقات، فانت حاول ان انت تبقى موجود قبل ما الباص يتحرك بخمس دقايق 6 دقايق، عشان لو جه بدري وحب يمشي بدري ما يفوتكش الباص. تمام. وزي ما بقول لك لو الباص ما جاش اساسا، يبقى انت هتضطر للاسف تستنى اللي بعده. تمام. وساعتها هتتاخر الخطط بتاعتك، بس هتضطر للاسف تستنى اللي بعده. الموقف ده بيحصل كل قد ايه؟ بيحصل مره كل سنه، ان فعلا تلاقي ان الباص كان المفروض يجي وما جاش خالص. بيحصل مره كل سنه ان هو يجي بدري ويمشي بدري، ممكن يحصل مثلا مره في الاسبوع. فانت وحظك في الحاجات دي. بس انا حبيت ان انا اقول لك الحاجات اللي هي ممكن تحصل، سواء قصه العجله ان هو ما ياخدكش، سواء ان هو يجي بدري ويمشي بدري، سواء ان هو ما يجيش خالص. الحاجات دي زي ما بقول لك بشريه، فهو على حسب مزاج السواق. تمام. ان انت مثلا تبقى تركب المحطه وتبقى عايز تنزل في واحده وتقول له معلش افتح لي الباب انا ما دوستش، فهو يقف لك ويفتح لك الباب، برضو حاجه بترجع للسواق. فمش دايما هيبقى في قاعده تطبق على الكل، لان كل بني ادم بيفرق عن التاني وصوابع ايديك مش زي بعضيها. بس يا سيدي، دول كل الحاجات اللي انا كنت عايز اقولها لك. ان شاء الله اكون لخصت الموضوع في اسرع وقت ممكن، الباصات كلها. الفيديو الجاي ان شاء الله، يعني لو ما شفتش الفيديو اللي فات بتاع القطارات روح شوفه، والفيديو الجاي هنتكلم عن المترو، هيبقى اقصر من الاتنين دول لان هو هبقى خلاص شرحت لك كل حاجه، بس هوريكم المترو عامل ازاي. غالبا هننزل دلوقتي مع بعضينا واوريكم المترو، وخلاص كده يا باشا تبقى انت في جيبك موضوع المواصلات ان شاء الله. ان شاء الله ما تتوهش تاني. الحاجه الاخيره اني اللي عايز اقولها لكم، اني هبدا ان شاء الله برضو صفحات تانية على فيسبوك وانستجرام وغالبا تيك توك برضو، اني بس ان انا اقصقص الفيديوهات اللي انا بعملها على يوتيوب وان انا اكون بنزلها هناك برضو. فاتمنى من الناس اللي اوريدي حبت تدعمني، او الناس اللي شايفه اللي انا بعمله ده كويس، او ان هو محتاج ان هو يوصل لعدد ناس اكبر لان هو مفيد او ممكن يفيد ناس اكتر، ان هم يشاركوا مع الناس اللي يعرفوا يشاركوهم، وان هم لو يعرفوا يدعموني يا ريت على الصفحات التانية. وان شاء الله هكتب تحت اسمي على الفيسبوك او انستجرام او تيك توك ان شاء الله اول لما اعمل الصفحات دي، فدي هتبقى حاجة عظيمة جدا لو ساعدتوني فيها. شكرا جزيلا. لو استفدتوا من الفيديو ما تنسوش تدعوا لي. لو حد شاف ان انا في حاجة ما ذكرتهاش وبقاله سنين مثلا عايش في البلد دي ويعرف حاجة انا ما قلتهاش، يا ريت يكتب في الكومنتات ويفيد بقية الناس ويفيدني معاه. لا تنسوني من الدعاء المرة التانية، وإن شاء الله أشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.